تعتبر القوة البدنية للمقاتل هي الركيزة الأساسية لتنفيذ المهام المختلفة والصعبة والتي تؤهلهم للقتال لفترة طويلة. يشق الآن ساحة العرض أكثر من 1500 مقاتل من مقاتلي الكلية الحربية الحاصلين على فرقة معلم الصاعقة من وحدات الصاعقة، ويشاركهم عناصر من كلية الشرطة يتدفقون كالسيل في قوة وثقة بالنفس ليظهروا إحدى صور الأنشطة التدريبية المشتركة بين مقاتلي الكلية الحربية وكلية الشرطة. لمحات من المرونة وخفة الحركة والانضباط في الأداء لمجموعة من التمرينات المختلفة. طراز راق من العسكرية القوية المنضبطة تتميز بالإقدام والسيطرة على النفس. على يمين ويسار المنصة يؤدي طلبة الكلية الحربية وطلبة كلية الشرطة تمرينات الكفاءة البدنية، العقلة، البطن والضغط، ويستعرضون أمام سيادتكم مدى ما وصلوا إليه من لياقة بدنية عالية. في مواجهة المنصة مباشرة مجموعة من الطلبة الحاصلين على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه أثناء دراستهم بالكلية يؤدون المهارات الأساسية لرياضة الدفاع عن النفس، ويؤدون الآن الكاتة المتقدمة. هذا وقد تحصلت الكلية الحربية على المركز الأول لدور الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، مما يعكس مدى الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية. تنافس شريف وتوحيد في الأداء يعكس الروح المعنوية العالية لطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة. من يسار المنصة تتقدم ناقلة تحمل مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية يقومون بأداء التمرينات باستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة لزيادة قوة التحمل. تليها مجموعة أخرى من المقاتلين بالكلية الحربية يؤدون تمرينات الكفاءة البدنية بطرق مبتكرة. مجموعة أخرى من طلبة الكلية الحربية يقومون بالتسلق وتنفيذ تمرين العقلة وأيضا النزول السريع من على العربات ليظهروا مدى ما اكتسبوه من مستوى راق في الأداء. من يسار المنصة ناقلة أخرى تتقدم ويظهر عليها أحد طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة يحتضنون بسواعدهم الفتية وقلوبهم النقية علم مصرنا الغالية ليبعثوا في نفوسنا جميعا الطمأنينة ويعكسوا مدى ترابطهم سويا، فهم الذين يذودون بأرواحهم ودمائهم الزكية حتى ينعم الوطن بالأمن والأمان. أمام المنصة مباشرة مقاتلو الكلية الحربية يجتازون الموانع المشتعلة بكل قوة وجسارة، وذلك بتنفيذ السقطات المتنوعة. إنه الإقدام في التدريب يعكس ما نراه الآن جليا أمام أعيننا، قوة في الأداء وثقة بالنفس. هؤلاء هم أبناء مصر يؤدون واجبهم نحو وطنهم بكل شرف وأمانة. إنهم أبناء المدرسة العليا للوطنية. السادة الحضور، نوجه عناية حضراتكم أنه سيتم الآن استخدام بعض محدثات الصوت لتحقيق الواقعية. نشاهد أمام حضراتكم إحدى وسائل تطعيم المعركة ضد العنصر المدرع للعدو، حيث يقوم طلبة الكلية الحربية باقتحام العربات المدرعة البنسيرة والسيطرة عليها، ومن ثم
تدمير المركبة. أمام المنصة مباشرة مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية، وسيقومون الآن بتنفيذ القفزات الهوائية لعبور الموانع المرتفعة والممثلة بالعربات الجيب. رجال الكلية الحربية نخبة من المقاتلين عنوانهم الجرأة والشجاعة والإقدام. صورة أخرى من صور تطعيم المعركة، حيث تتقدم الآن من يسار المنصة المركبة المدرعة الفهد، ويستعد الطلبة المقاتلين للتصدي لها من أسفل ومن ثم اقتحامها من الخلف. إنها الجرأة والفدائية، الشجاعة والإقدام، هذا ما تم تدريب الطلبة المقاتلين عليه بالكلية الحربية، ليكونوا درعا حصينا ضد أي عدو تسوي له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. صورة أخرى من صور التدريبات الشاقة، حيث تتقدم الآن من يسار المنصة ناقلات تحمل مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية، ويستعرضون أمام سيادتكم مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة لإظهار مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية عالية. إنها الجرأة والجسارة والقوة والمهارة، يظهرون مدى ما وصل إليه مقاتلو الكلية الحربية من تضحية وفداء وثقة بالنفس. هؤلاء الرجال تم تدريبهم وصقل مهاراتهم للقتال في جميع الظروف بكفاءة عالية وتنفيذ مهام خاصة بكل ثقة واقتدار. يظهر الآن من يمين ويسار ساحة الاحتفال مجموعة من العربات تحمل مقاتلي الكلية الحربية، ويتأهب الرجال الآن للقفز من عليها. وتظهر هنا مهارة الطالب المقاتل في القدرة على إخلاء وسيلة النقل واجتياز أصعب الموانع المشتعلة من الحركة. هم رجال في صدورهم عهد وقسم أن يظل تراب هذا الوطن حرا أبيا. عزيمة لا تلين وإصرار على تحدي الصعاب. هؤلاء الرجال قلوبهم يملأها الإيمان بالله وحب الوطن من أجل أن تحيا مصرنا قوية قادرة. إنهم مقاتلو الكلية الحربية، أبناء هذا الصرح الشامخ، مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض للعسكرية المصرية العريقة. تعتبر القوة البدنية للمقاتل هي الركيزة الأساسية لتنفيذ المهام المختلفة والصعبة والتي تؤهلهم للقتال لفترة طويلة. يشق الآن ساحة العرض أكثر من 1500 مقاتل من مقاتلي الكلية الحربية الحاصلين على فرقة معلم الصاعقة من وحدات الصاعقة، ويشاركهم عناصر من كلية الشرطة يتدفقون كالسيل في قوة وثقة بالنفس ليظهروا إحدى صور الأنشطة التدريبية المشتركة بين مقاتلي الكلية الحربية وكلية الشرطة. لمحات من المرونة وخفة الحركة والانضباط في الأداء لمجموعة من التمرينات المختلفة.
طراز راق من العسكرية القوية المنضبطة، تتميز بالإقدام والسيطرة على النفس. على يمين ويسار المنصة يؤدي طلبة الكلية الحربية وطلبة كلية الشرطة تمرينات الكفاءة البدنية، العقلة، البطن والضغط، ويستعرضون أمام سيادتكم مدى ما وصلوا إليه من لياقة بدنية عالية. في مواجهة المنصة مباشرة مجموعة من الطلبة الحاصلين على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه أثناء دراستهم بالكلية يؤدون المهارات الأساسية لرياضة الدفاع عن النفس، ويؤدون الآن الكاتة المتقدمة. هذا وقد تحصلت الكلية الحربية على المركز الأول لدور الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، مما يعكس مدى الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية. تنافس شريف وتوحيد في الأداء يعكس الروح المعنوية العالية لطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة. من يسار المنصة تتقدم ناقلة تحمل مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية يقومون بأداء التمرينات باستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة لزيادة قوة التحمل. تليها مجموعة أخرى من المقاتلين بالكلية الحربية يؤدون تمرينات الكفاءة البدنية بطرق مبتكرة. مجموعة أخرى من طلبة الكلية الحربية يقومون بالتسلق وتنفيذ تمرين العقلة وأيضا النزول السريع من على العربات ليظهروا مدى ما اكتسبوه من مستوى راق في الأداء. من يسار المنصة ناقلة أخرى تتقدم ويظهر عليها أحد طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة يحتضنون بسواعدهم الفتية وقلوبهم النقية علم مصرنا الغالية ليبعثوا في نفوسنا جميعا الطمأنينة ويعكسوا مدى ترابطهم سويا، فهم الذين يذودون بأرواحهم ودمائهم الزكية حتى ينعم الوطن بالأمن والأمان. أمام المنصة مباشرة مقاتلو الكلية الحربية يجتازون الموانع المشتعلة بكل قوة وجسارة، وذلك بتنفيذ السقطات المتنوعة. إنه الإقدام في التدريب يعكس ما نراه الآن جليا أمام أعيننا، قوة في الأداء وثقة بالنفس. هؤلاء هم أبناء مصر يؤدون واجبهم نحو وطنهم بكل شرف وأمانة. إنهم أبناء المدرسة العليا للوطنية. السادة الحضور، نوجه عناية حضراتكم أنه سيتم الآن استخدام بعض محدثات الصوت لتحقيق الواقعية. نشاهد أمام حضراتكم إحدى وسائل تطعيم المعركة ضد العنصر المدرع للعدو، حيث يقوم طلبة الكلية الحربية باقتحام العربات المدرعة البنسيرة والسيطرة عليها ومن ثم تدمير المركبة. أمام المنصة مباشرة مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية وسيقومون الآن بتنفيذ القفزات الهوائية لعبور الموانع المرتفعة والممثلة بالعربات الجب. رجال الكلية الحربية نخبة من المقاتلين عنوانهم الجرأة والشجاعة والإقدام. صورة أخرى من صور تطعيم المعركة، حيث تتقدم الآن من يسار المنصة المركبة المدرعة الفهد، ويستعد الطلبة المقاتلين
للتصدي لها من أسفل ومن ثم اقتحامها من الخلف. إنها الجرأة والفدائية، الشجاعة والإقدام، هذا ما تم تدريب الطلبة المقاتلين عليه بالكلية الحربية ليكونوا درعا حصينا ضد أي عدو تسوي له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. صورة أخرى من صور التدريبات الشاقة، حيث تتقدم الآن من يسار المنصة ناقلات تحمل مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية ويستعرضون أمام سيادتكم مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة لإظهار مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية عالية. إنها الجرأة والجسارة والقوة والمهارة، يظهرون مدى ما وصل إليه مقاتلو الكلية الحربية من تضحية وفداء وثقة بالنفس. هؤلاء الرجال تم تدريبهم وصقل مهاراتهم للقتال في جميع الظروف بكفاءة عالية وتنفيذ مهام خاصة بكل ثقة واقتدار. يظهر الآن من يمين ويسار ساحة الاحتفال مجموعة من العربات تحمل مقاتلي الكلية الحربية، ويتأهب الرجال الآن للقفز من عليها. وتظهر هنا مهارة الطالب المقاتل في القدرة على إخلاء وسيلة النقل واجتياز أصعب الموانع المشتعلة من الحركة. هم رجال في صدورهم عهد وقسم أن يظل تراب هذا الوطن حرا أبيا. عزيمة لا تلين وإصرار على تحدي الصعاب. هؤلاء الرجال قلوبهم يملأها الإيمان بالله وحب الوطن من أجل أن تحيا مصرنا قوية قادرة. إنهم مقاتلو الكلية الحربية، أبناء هذا الصرح الشامخ، مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض للعسكرية المصرية العريقة. تعتبر القوة البدنية للمقاتل هي الركيزة الأساسية لتنفيذ المهام المختلفة والصعبة والتي تؤهلهم للقتال لفترة طويلة. يشق الآن ساحة العرض أكثر من 1500 مقاتل من مقاتلي الكلية الحربية الحاصلين على فرقة معلم الصاعقة من وحدات الصاعقة، ويشاركهم عناصر من كلية الشرطة يتدفقون كالسيل في قوة وثقة بالنفس ليظهروا إحدى صور الأنشطة التدريبية المشتركة بين مقاتلي الكلية الحربية وكلية الشرطة. لمحات من المرونة وخفة الحركة والانضباط في الأداء لمجموعة من التمرينات المختلفة. طراز راق من العسكرية القوية المنضبطة تتميز بالإقدام والسيطرة على النفس. على يمين ويسار المنصة يؤدي طلبة الكلية الحربية وطلبة كلية الشرطة تمرينات الكفاءة البدنية، العقلة، البطن والضغط، ويستعرضون أمام سيادتكم مدى ما وصلوا إليه من لياقة بدنية عالية
في مواجهة المنصة مباشرة مجموعة من الطلبة الحاصلين على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه أثناء دراستهم بالكلية، يؤدون المهارات الأساسية لرياضة الدفاع عن النفس، ويؤدون الآن الكاتة المتقدمة. هذا وقد تحصلت الكلية الحربية على المركز الأول لدور الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، مما يعكس مدى الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية. تنافس شريف وتوحيد في الأداء يعكس الروح المعنوية العالية لطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة. من يسار المنصة تتقدم ناقلة تحمل مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية يقومون بأداء التمرينات باستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة لزيادة قوة التحمل. تليها مجموعة أخرى من المقاتلين بالكلية الحربية يؤدون تمرينات الكفاءة البدنية بطرق مبتكرة. مجموعة أخرى من طلبة الكلية الحربية يقومون بالتسلق وتنفيذ تمرين العقلة، وأيضا النزول السريع من على العربات ليظهروا مدى ما اكتسبوه من مستوى راق في الأداء. من يسار المنصة ناقلة أخرى تتقدم ويظهر عليها أحد طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة يحتضنون بسواعدهم الفتية وقلوبهم النقية علم مصرنا الغالية، ليبعثوا في نفوسنا جميعا الطمأنينة ويعكسوا مدى ترابطهم سويا، فهم الذين يذودون بأرواحهم ودمائهم الزكية حتى ينعم الوطن بالأمن والأمان. أمام المنصة مباشرة مقاتلو الكلية الحربية يجتازون الموانع المشتعلة بكل قوة وجسارة، وذلك بتنفيذ السقطات المتنوعة. إنه الإقدام في التدريب يعكس ما نراه الآن جليا أمام أعيننا، قوة في الأداء وثقة بالنفس. هؤلاء هم أبناء مصر يؤدون واجبهم نحو وطنهم بكل شرف وأمانة. إنهم أبناء المدرسة العليا للوطنية. السادة الحضور، نوجه عناية حضراتكم أنه سيتم الآن استخدام بعض محدثات الصوت لتحقيق الواقعية. نشاهد أمام حضراتكم إحدى وسائل تطعيم المعركة ضد العنصر المدرع للعدو، حيث يقوم طلبة الكلية الحربية باقتحام العربات المدرعة البنسيرة والسيطرة عليها، ومن ثم تدمير المركبة. أمام المنصة مباشرة مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية، وسيقومون الآن بتنفيذ القفزات الهوائية لعبور الموانع المرتفعة والممثلة بالعربات الجيب. رجال الكلية الحربية نخبة من المقاتلين عنوانهم الجرأة والشجاعة والإقدام. صورة أخرى من صور تطعيم المعركة، حيث تتقدم الآن من يسار المنصة المركبة المدرعة الفهد، ويستعد الطلبة المقاتلين للتصدي لها من أسفل ومن ثم اقتحامها من الخلف. إنها الجرأة والفدائية، الشجاعة والإقدام. هذا ما تم تدريب الطلبة المقاتلين عليه بالكلية الحربية، ليكونوا درعا حصينا ضد أي عدو تسوي له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. صورة أخرى من صور التدريبات الشاقة،
حيث تتقدم الآن من يسار المنصة ناقلات تحمل مجموعة من مقاتلي الكلية الحربية، ويستعرضون أمام سيادتكم مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة لإظهار مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية عالية. إنها الجرأة والجسارة والقوة والمهارة، يظهرون مدى ما وصل إليه مقاتل الكلية الحربية من تضحية وفداء وثقة بالنفس. هؤلاء الرجال تم تدريبهم وصقل مهاراتهم للقتال في جميع الظروف بكفاءة عالية وتنفيذ مهام خاصة بكل ثقة واقتدار. يظهر الآن من يمين ويسار ساحة الاحتفال مجموعة من العربات تحمل مقاتلي الكلية الحربية